هلو حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد وبطبخة جديدة. اليوم طبختنا لهذا اليوم عندنا شونذر، قطعته وغسلته بكل زين بهذه الطريقة. قطعته نسيت اصور لكم اياه، بس يلا عادي، هو غسلته وقطعته بهذه الطريقة. نضيف عليه مي، من المي يغطيه كل زين. دور نخليه على النار. هسه حبايبي هيك خليت كمية المي تغطيه حتى يستوي عندنا كل زين ويظل بيه مي. شوفوا، احنا اكو بعالم تحبه حلو، احنا والله نحبه حامض، انتم بعد بكيفكم. هسه اني شلون اخليه حامض؟ غسلت عندي نومايات، حطيت نومايات 4 يفورن وياهن. اكو عالم تحط بي وياه ملح الليمون، لا انا افضل النوم بصرة، يطح موضة وطعم كلش طيب وياه. نكمل طبختنا على ما يفور وارجع لكم. بس حبايبي فار عندي القدر، دوره اقلل النار عليه على نار هذا، ياخذ له شوية على ما يستوي وارجع لكم. هسه حبايبي استوى عندي الشونذر، بس اذوقه. قبل نسيت احط ليمون، خلي عليه عصرة ليمون. ايوه نحب حامض كلش بنات. نخلطه، طبعا مستوي كل زين. قلت كان بنات صدق اكو ناس تحب حار الشونذر، يعني هو يفور ياكلوه. لا والله انا احبه بارد، حطه بالثلاجة ويبرد وياخذ الحموضة يصير يخبل. هو بارد يشربيه يما يموت. اي والله كلش طيب، بالذات يعني اذا عصرت عليه رارنج يظل يون من الطعوم يخبل. والله تمنيتكم وياي، سهمكم العافية ان شاء الله. بس اذا استفاديتوا من الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك حبايبي حتى يوصل لكم كل فيديو جديد. والله سهمكم العافية بعد روحي، والله موت الصراحة. جربوه وادعولي.